زياش هناك خطا، كان هناك تدخل، محاوله بلال الخنوس ولكن استرجاع الكره من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. جاب هذه المحاوله وبوفال، فرصه 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 وبوفال الهدف، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذا الفرصه، حكيم زياش خطا الكره بشكل ممتاز، انطلاقه كان تمريره، كان خطا على مستوى التمرير بلال الخنوس، ثم استرجاع الكره. لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي، تمريره ممتازه، ثم خطات الكره لسفيان بوفال، ما زاد ما نقص، وضع الكره بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه الجماليه، واللي خلى ما كاين اي رده فعل اللي هو ايفرتون. تابعوا هذه المحاوله، سفيان بوفال يضع الكره في الشباك وفرحه كبيره للاعبين المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد سفيان بوفال خطا الكره بشكل ممتاز، كانت المطالبه بخطا بلمسه يد في الوقت اللي استرجع الكره امام يوسف الصيري، خطيره والهدف، هدف تعادل لفائده المنتخب البرازيلي، هدف بواسطه العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره، ولكن داخل منطقه جزاء ترفع الكره، فرصه والراسيه، كانت الراسيه والمحاوله اخرى. يحيى عطية الله رفع الكره، فرصه هدف، فرصه هدف، هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني. الملحمه امام منتخب برازيلي ومنتخب برازيل افريقيا والعرب. تابعوا المحاوله ممتازه، تمريره والعرضيه داخل منطقه الجزاء، طلعت الكره للاعب عبد الحميد الصابري بعد تمريره من يحيى عطية الله، تسديده قويه تعانق